اسمع مني وحاول تنجح، وخلي نجاحك هو الرد الوحيد على كل اللي قلل منك أو شاكك فيك. عارف أصعب حاجة؟ إنك تفضل تشرح نفسك لناس مش ناوية تفهمك من الأساس، وإنك تفضل تدافع وتبرر مواقفك لحد ما تكتشف إن الكلام ملوش أي فايدة. في ناس مش هتقتنع بيك مهما عملت علشانهم، ومش هيشوفوك صح مهما كنت واضح معاهم. ساعتها هتفهم إنك كنت بتضيع وقتك في حاجة غلط، وهتبدأ تبعد لأنك اتعودت منهم على الوجع. ساعتها بس تخلي تركيزك كله في نفسك، في شغلك وفي حياتك وفي مستقبلك، مش علشان تثبت حاجة لحد، لكن علشان نفسك تستاهل تعيش أحسن. وخلي الأيام هي اللي ترد بدل ما انت اللي ترد بالكلام. وفي النهاية هتفهم إن أقوى رد على أي حد استهان بيك وكان دايما شايفك غلط، إنك تبقى أحسن نسخة من نفسك وتعيش سعيد بعد ما كان كتير ناس كانت متوقعة تشوفك مكسور. ودلوقتي قولي، إيه الأصعب؟ إنك تنجح بعد الفشل، ولا إنك تسكت وقت الاستفزاز، ولا إنك تبتسم رغم الوجع اللي جواك؟ وأكيد هنا في آراء كتير هتختلف.